شنو هذا الجول اللي اجى بدقيقة 91؟ انت دخلت دقيقة 78 صنعت جول وقولت جول. ان شاء الله يجيب اللي فيها الخير ان شاء الله. ان شاء الله وان شاء الله يمثل العراق عن قريب ان شاء الله. أنا السندباد المغترب. شو وقت يخلص البرد ما ادري. شلونكم اصدقاء؟ ان شاء الله تكونون بخير. عرفت من العنوان ويا من راح التقي اليوم لاعب عمره 17 سنة، عنده موهبة، سوى فد شغلة حلوة بآخر لعبة لعبها ويا نادي هامربي السويدي الدرجة الممتازة. راح نحكي وياه ونتعرف عليه أكثر، وإن شاء الله تحبون هذا الفيديو تابعوا وياي. وهمنا باردة ثلج ما راح يخلص. شلونك منتظر؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ انا اول شيء فرحت انه شفتك والتقيت بيك، والناس تريد تعرف عنك همينه. انت عراقي، ايه. عراقي الاصل وسويدي وعراقي، صح؟ ايه. ووين هسه تلعب بيا نادي؟ لعب بهامربي، يلعبون بالالسفنسكان بالدرجه الممتازه. نعم. زين احكي لي شنو هذا الجول اللي اجى بدقيقه 91؟ انت دخلت دقيقه 78 صنعت جول وقولت جول. Täcke för Majed. Sticker Erabi i djupled. Erabi först på den bollen. Erabi chippar i mål! Superettan-säsongen. Mera Hammarby och Majed. Majed med skott i mål! Här framfötterna. Vilket avslut! Ja, verkligen. Men som du sa där, Backe, att ytorna skulle bli större här i slutminuterna. Precis vad det blev. وهاي اول مباراه لك وياهم كانت بالممتاز. اول لعبه الحمد لله رب قال، وكانت مهمه الفريق. زين يعني سوينا جول، والحمد لله ان شاء الله تجينا بعد ان شاء الله لعبات. راح تلعب المباراه الجايه بطوله كاس السويد. كاس السويد راح تلعب المباراه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. هو يعني المدرب يطلع الفريق بس انا بس اتدرب. هو انت بس تدخل الجول يجي ان شاء الله. ان شاء الله. بداياتك اول فريق لعبت فيه، شو كنت بديت تلعب كره قدم؟ لما كنت 6 لو 7 كنت العب هاي ويا اخوي انا نلعب طوبان. مصطفى؟ اي مصطفى. بعدين رحت قمت العب باستر. بيا مدينه كنت؟ شنو بالبكره. اوكي. فريق مال سوبر اتان. اوكي. كنت العب وياهم. باللي كان عمرك ايش قد انت بوقتها من دخلت؟ كنت 7 اوكي 15. بعدين رحت لعبت ويفوربر سنه ونص، كنت العب ويفوربر. بعدين رحت الهامربي انا. زين. وانت ظليت ويا هامربي لحد هسه، يعني قبل ما تروح ويا كاس السويد. انت قبلها كنت بالدرجه الاولى، خلينا نقول ديفيخونات. نعم. صح؟ نعم. وش قد صار لك تلعب ويا ديفيخونات قبل ما تروح للممتاز، الدرجه الممتازه؟ كنت نص سنه. نص موسم. اي. اللاعب اللي وياك اللي انت صنعت له الجول يوسف اسمه، صح؟ يوسف هو مو عراقي يوسف. لا افغاني. بس خوش لاعب هو. خوش ثنائي. انتم اثنيناتكم نزلتوا بنفس الوقت. نفس الوقت. انا صنعت جول له بالفريق الاول. نفس الجول. وانت جبت الجول. شفت كأس الخليج؟ اي شفته. شنو رأيك به؟ والله اللعب على الكاس خوش لعبه. فرحت انت همينه؟ فرحت كل شوي. انا وامي وابوي شنو باوا على اللعبه. فرحنا كلهم. يعني تعرف اللاعبين واساميهم؟ اعرفهم. زين، عندك علاقه باللاعبين اللي هدا يلعبون بالدوري السويدي؟ امير حكيت وياه. ممكن نشوفكم سوا تتلاقون وتحجون ان شاء الله. خليه يحكي لك هو على الاجواء ان شاء الله. ان شاء الله حبيبي، انا يعني كلش فرحت واتمنى لك كل التوفيق. ان شاء الله المره الجايه نحكي اكثر ان شاء الله. اوكي. إن شاء الله. حبيبي منتظر، يلا كل التوفيق. شلونك ابو مصطفى؟ اهلا وسهلا. ابو منتظر. شالي هو على مصطفى ويلعب، كان يلعبون سوا طوبه. حبينا احنا نسمع منك يعني. والله منتظر هو يعني من هو صغير يعني كان عمره 9 سنوات 4. هو كان مولع بلعب كرة القدم وش اسمه حتى بالبيت يعني. فاخوه مصطفى هو كان الكبير، هو اللي كان متبنيه يعني بتدريبه وهذا. فبدا انضم النادي
سويدي بأوستر فيكخو، بدنا نشاط احنا متابعناه ودعمناه، كل الوسائل دعمناه. يعني صار عنده توفيق، وهذا رغم انه صار مشاكل عند بعض الانديه السويديه، لكن الحمد لله والشكر الان اموره زينه والحمد لله. ما شاء الله. هو كان بالنادي مال اوستر، هو كان يعني اللي يصعد النادي ماله، هو اللي دائما ياخذ جائزه احسن لاعب وياخذ الهداف. هدف مؤمر به ما لاعب فنان، انه زاويه ميته ولعب يعني أيه. يراد لاعب خبره مع العلم. هو بعده يعني بعد بدايته منتظر الى مستقبل زاهر ان شاء الله. ان شاء الله طبعا توفيق من الله سبحانه وتعالى. انت اكيد انت يعني الفضل الاول لك، فضل الله سبحانه وتعالى، فضل الله. يعني ابو مصطفى احنا جينا بالتكليف من الاتحاد العراقي لكره القدم، الكابتن عدنان دجال والكابتن غانم العريبي باشراف مباشر، انه يعني كانت كل فكره انه كيف منتظر يلعب المنتخب، بس احنا بقدر الامكان التوجيهات كانت انه اللاعب لا تضغطون عليه نهائيا، هو المستقبل، لانه اللاعب بعد 17 سنه، فهذا الشيء احنا اخذناه بنظر الاعتبار، واحنا قلنا نطرح هاي الفكره. بصراحه يعني العراق يستاهل طبعا، يستاهل التضحيه، والعالم متشغبه بشكل مو طبيعي. يعني الانظار خاصه هاي الايام اتجهت الى منتظر في الشيء، يعني حتى صار ضغط علينا احنا كلجنه مغتربين مكلفين بتكمله اوراق اللاعبين المغتربين، قاموا يضغطون علينا انه نريد نعرف اخبار منتظر شنو. فاحنا يعني قلنا نطرح عليكم يعني كلش براحته، ما نريد ابد الضغط على تفكر، وتفكيره جدا صحيح انه لازم يصب على النادي، لانه هو اساسا بدايه حديثه بالنادي صار له 6 اشهر، فاحنا نشوفه لازم بعد اكيد هو لازم هم يراد ينضج اكثر بعد، حتى ما بالغ هو مو صحيح حتى اي بعد يعني حسب قانونيا بعد نفتخر به انه هيك لاعب وهيك مستوى وهيك خبره، ولعب من فريق همر به من الفرق الممتازه في الدوري السويدي، فهذا فخر ان احنا نعتز به، وانت ترفع راسك بهيك ولد ان شاء الله. الله يسلمك، الله يوفقك ويسهل اموركم ان شاء الله. الله يسلمك. اكو جماعه يعلقون دائما على يمكن على الفيسبوك انه يحجون خاصه اخواننا العراقيين انه هذا عمره 20 سنه، هذا 25 سنه، هذا هو مواليد 2005 شهر الرابع. وحكينا على كاس الخليج، قال ابويا وامي وكنا نباوع البطوله. كنت تتابع البطوله انت؟ تابعها كلها يتابعها، هو ما يمر عليه شيء ما يتابع. البطوله خاصه النهائي كان فشيء يعني من الخيال. ان شاء الله هو يلعب كاس اسيا ويا ان شاء الله. نريد اهم شيء مستقبله بالدرجه الاولى، تفكيره يصب بالنادي مثل ما قال، واحنا نريد نشوف ولدنا يعني يمثلون بلدنا، لان احنا هم بلد له حق علينا يعني. صح ولا غلط؟ صحيح. احنا يعني انت تقول لازم واحد يقدم شيء البلد، احنا ما مقدمين شيء يعني. العراق قدم تضحيات وقدم دماء وقدم، نقدم له من وكيل. صح احنا تاذينا، صح هذا، بس يبقى بلدنا ويبقى جذورنا، وش ما نقدم للعراق ابد من جازي يعني. لا ان شاء الله يجيب اللي فيها الخير ان شاء الله. ان شاء الله. وان شاء الله يمثل العراق عن قريب ان شاء الله. شكرا ابو مصطفى، اقول ابو منتظر. اي ما كبار والله شرفتونا، وانا كلش فرحت انه يعني التقينا وشفنا منتظر. ان شاء الله اشوفه دائما بالدوري ان شاء الله. راح نتابعك، وراح نخلي الانستغرام مالتك حتى العراقيين كلهم يتابعوك، راح تشوف حسابك راح يصعد. علم العراق راح يكون بالتعليقات، راح تشوفه كله. شكرا حبيبي منتظر مصطفى، شكرا. وهنا وصلنا نهاية الفيديو، كان لقاء كلش حلو وتعرفنا على بداياته، حكينا شوية، انتم همين تعرفتوا عليه، وان شاء الله نشوفه مع نادي همربي ونشوف له لعبات اكثر، ونتمنى له كل التوفيق. وان شاء الله حبيتوا هذا الفيديو لا تنسون تابعوا القناة اذا حبيتوا هذا الفيديو، سووا لايك. طبعا اكو شغلة مهمة ردت اقول لكم عليها، انه الفيديوهات المشاهدة مالتها 70% ما مشتركين بالقناة، فاتمنى من عندكم انه تشتركون بالقناة دعم لنا، وان شاء الله شوفوني فيديوهات جديدة وياكم. كان أخلد من العاصمة ستوكهولم، عاصمة السويد. مع السلامة. يعني ما أعرف هذا البرد شو وقت يخلص، ثلج كل مكان. متى من البرد أريد أسجل هذا المقطع باردة رجف، ثلجي الشاشة.